بيقول لك واحد غبي كان نفسه يسافر امريكا، خلص الاوراق وعمل الباسبور وسافر. اول ما نزل المطار لقى في فرح قدام المطار، فبيسأل واحد من اللي واقفين بيقول له بقول لك يا اخويا ده فرح مين؟ قال له اي دونت نو. قال له الف مبروك وربنا يتمم بخير. صاحبنا راح الاوتيل اللي كان نازل فيه، وتاني يوم لقى في عزا قدام الاوتيل، فنزل قال هو ده عزا مين يا جماعه؟ فواحد بص له كده قال له اي دونت نو. قال لا حول الله يا رب، مش ده اللي كان فرحه امبارح؟ بيقول لك واحد بيقول لمراته انا عايز اقول لك على سر حبيبتي، انا بحب فطرك قوي. فمراته قالت له طالما طلعت صريح معايا انا هصارحك كمان، وانا بموت في صلاح. راح حاطط ايده على بقها قال لا انت بتقولي ايه؟ فطرك دي مربى. هي قالت له صلاح ده سكر. بيقول لك 2 مساطيل، واحد فيهم بيقول للتاني تصدق الدنيا دي كلها مقاسي؟ رد على المسطول قال له ليه وانت بتلبس مقاس كام؟ بيقول لك حرامي دخل لقى واحد وواحده قاعدين في البيت، راح جايب حبل مكتف الست بيها وحط سكينه على رقبتها. قال للراجل هات الذهب والفلوس وكل حاجه عندك هنا في البيت، اخدها وامشي واسيبها لك زي ما هي حيه، هتعمل حركه كده ولا كده هذبحها لك. فالراجل سمع كده قعد يعيط، قال له النبي فكها واديك كل اللي انت عايزه. الحرامي صعب عليه الراجل، قال له يا قد كده بتحب مراتك وخايف عليها؟ قال له لو النبي فكها بسرعه عشان مراتي زمانها جايه. بيقول لك 3 محششين واقفين في الشارع بيوقفوا تاكسي، وقف لهم سواق التاكسي، ركبوا معاه التاكسي. السواق حس ان هم محششين، راح مدور العربية ومبطلها تاني، قال لهم وصلنا يا جماعة. أول واحد من المحششين قال له الأجرة كام يا اسطى؟ قال له 50 جنيه بس. راح مطلع 50 جنيه ومدياله. المحشش التاني بص للسواق قال له شكرا يا اسطى. المحشش التالت راح جاي وراح ضربه بالقلم على قفاه. السواق قال ده باين عليه عرف إن أنا ما اتحركتش من مكاني. قال له أنت بتضربني ليه؟ قال له عشان تاني مرة ما تسوقش بسرعة. بيقول لك واحد دراعه وجعه وراح عند الدكتور، فالدكتور كشف عليه قال له ما تقلقش دول شويه التهابات. قام كاتب له على مرهم، قال له المرهم ده لمنطقه الابط. الراجل خد بعضه ومشي وجاب المرهم وروح البيت، لقى مراته قاعده في البيت. قال لها بقول لك ايه يا حبيبتي، تعرفي فين منطقه الابط دي؟ قالت له انا ايش عرفني يا اخويا، ما انت لو بتخرجنا زي خلق الله وبنروح ونيجي كن زماننا دلوقتي عرفنا اسماء المناطق. بيقول لك واحد مسطول عرف واحدة على الانترنت، قال لها انا نفسي اشوفك. قالت له طيب وانا كمان نفسي اشوفك، نتقابل فين؟ قال لها نتقابل على الكافيه اللي في اول الشارع، انت عارفاه؟ قالت له ايوه عارفاه. قال لها طب انا هعرفك ازاي؟ قالت له سهلة خالص، هتلاقي وزني 60 كيلو وطولي 160 سنتي. انا بقى اعرفك ازاي؟ قال لها اسهل منك طبعا، هتلاقيني ماسك متر ومزاد. بيقول لك واحد مروح بيته، اول ما فتح الباب دخل لقى واحد قاعد مع مراته، اتجنن وركبه 100 عفريت وجري على المطبخ جاب سكينه وطلع عايز يقتل الراجل ومراته. فالست مرات الراجل قالت لعشاها الحقني جوزي يطلع يموتنا دلوقتي. فالراجل قال لها لا ما تقلقيش انا هتصرف. لقى جوزها خارج من المطبخ وفي ايده سكينه وجاي عليهم، قال له بتعمل ايه؟ ده احنا الكاميرا الخفيه. فجوزها قعد يضحك، قال لا يا جماعه مش كل مره تعملوا كده، دي 5 مرة تعملوها ومحدش يذيع حاجه. بيقول لك مدرس جاي من البيت وبطنه مليانه غازات، كل ما يلاقي الغازات جايه تخرج وخايف لا العيال يسمعوا الصوت ويزعلوا ولا يتضايقوا ولا يتريقوا عليه، يقول سقفوا العوض. التلاميذ كلهم يفضلوا يسقفوا وهو يخرج الغازات محدش يسمع حاجه. شويه وعايز يخرج غازات تاني، قال لهم يلا يا ولاد سقفوا بسرعه العوض. التلاميذ كلهم راحوا مسقفين وهو عمل بومبه تاني. اخر مره اتزنق وعايز يعمل بومبه كبيره، قال لهم سقفوا العوض بقى بسرعه وبصوت عالي. قام واد من التلاميذ قال له يا استاذ احنا بنسقف على ايه؟ عوض ما جاش النهارده اصلا. قال له سقف ياض بسرعه وبصوت عالي
بتقول له ادخل هات لي الشنطه من على الدولاب. قال لها انا قصير ومش هطولها شيليني. قالت له يشيلك قرد. وقامت هي جابت الشنطه. شويه والقصير ده امه نادت عليه تاني، قالت له تعالى يا ابني هات لي الحاجه اللي جوه في الدولاب. قال لها حاضر يا ماما هجيبها لك بس شيليني علشان مش هطولها. قالت له يشيلك قرد. ودخلت هي جابت الحاجه من الدولاب. تاني يوم الواد ده راح المدرسه، الاستاذ شافه قاعد على الديسك كده، قال له انت حبيبي قوم تعالى عايزك تكتب لي جمله على السبوره بره. فالولد طلع على السبوره قال له بس انا مش هطول السبوره يا استاذ شيلني. المدرس شاله وقال له اتفضل اكتب الجمله اللي هقول لك عليها. الواد قاعد يضحك، فالمدرس بيقول له بتضحك على ايه؟ قال له اصل امبارح طول النهار ماما تقول لي روح ان شاء الله يشيلك قرد. بيقول لك واحده بتقول لجوزها بقول لك ايه انت لازم تطرد السواق اللي عندنا ده دلوقتي حالا. والراجل قال لها ماله حبيبتي عمل لك ايه؟ عكسك ولا ضايقك في حاجه؟ فقالت لجوزها هو يقدر؟ ما يقدرش يعكسني ولا يعمل لي حاجه. قال لها طب ما عايزه تمشيه ليه؟ قالت له هو ليه عندنا 3 شهور، في خلال ال3 شهور دول كان هيعمل بيا 10 حوادث. قال لها وجت سليمه الحمد لله وانت كويسه. قالت له ده كان هيموتني. قال لها طب عمل بيكي حوادث؟ قالت له لا هو كان هيعمل بس ربنا نجانا في اخر لحظه. قال لها خلاص نديله فرصه تانية يمكن تظبط معاه. بيقول لك واحد عنده سوبر ماركت، لقى فار في السوبر ماركت مسكه فضل يعذب فيه. فواحد دخل السوبر ماركت بيقول له يا عم انت بتعذب الفار ليه كده حرام عليك؟ قال له عندي 20 نوع جبنه و15 نوع لانشون غير الحلاوه الطحينيه والمكرونات والزبده والسمنه والزيت، سايب ده كله ورايح ياكل لي دفتر الديون. بيقول لك واحد راجع بعد الفجر ومروح بيتهم لقى ناس واقفين ماسكين جاموسه نازلين فيها ضرب وعايزين يركبوها العربيه النص نقل بالعافيه، والجاموسه مش عايزه تركب. فالراجل راح لهم قال لهم يا جماعه بس في ايه بتضربوا الجاموسه كده ليه؟ قالوا له عايزين نطلع على السوق بدري والجاموسه مش عايزه تركب العربيه. قال لهم طب مش كده بس سيبوها كله يبعد عنها. راح مطبطب عليها قال لها اركبي، راحت راكبه العربيه. الناس جات لها حاله ذهول، الله الجاموسه فهمته ازاي؟ خدوا الجاموسه ومشي وهو روح البيت لقى مراته وامه عمالين يصوتوا قلبين الدنيا. قال لهم في ايه؟ قالوا له الجاموسه بتاعتنا اتسرقت. فهو قعد يضحك وهم قعدوا يصرخوا. فمراته بتقول له انت بتضحك على ايه؟ قال لها اصل الجاموسه عرفتني وانا ما عرفتهاش.